كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو ذر يقول كان يجلس بين أصحابه وما حد يعرفه. إذا إجا غريب، الغريب اللي يجي ما يعرف بأنه هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يوم من الأيام أصحابه اللي يمه قالوا له: يا رسول الله، خلي نسوي لك يعني هسه شو نسميه احنا، منبر مرتفع، أي شيء تقعد حتى على الأقل الغريب اللي يجي يشوفك ويعرفك بأنه أنت النبي. قبل النبي وسووا له شنو؟ سووا له منبر هسه عبالك ياقوت ودور وذهب ومدر، صح؟ لا، سووا له اياه من طين. وقعد النبي صلى الله عليه، الله يا سيرة النبي، الله يا سيرة أهل البيت. بس كون واحد يقرأها بقلب صافي يقرأ عنهم وهو ما أدري شو يسمونها، متفائل، يقرأ عنهم بعشق بحب، حتى يصير يحس ويتلذذ بهذا الطعام. خلينا نقرأ الرواية نصا نقول مصدرها. عن أبي ذر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس بين ظهراني أصحابه أو أصحابه عفوا، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم حتى يسأل، ما يدري هو النبي حد ما يسأل. فطلبنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين، فكان يجلس عليه ونجلس بجانبيه. هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. زين، الكلام من جبناه من كتاب مكارم الأخلاق، الباب الأول في خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صفحة 9، وطبعة دار المتقين بيروت لبنان. وفي أمان الله.